السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هعمل لكم ريشيتا ايطاليانا. هنعمل مع بعض النهاردة بولبيتوني كل سبيناتشي اي موتزاريلا. يعني هنعمل مع بعض رول محشي او ريبيينو بالسبيناتشي والموتزاريلا بالسبانخ والجبنة الموتزاريلا. خطير، بيكفي عدد افراد كتير، ووصفة تعتبر اقتصادية جدا لانك انتي بتعملي بكمية اللحمة دي عزومة، تقدري تعملي بيها سيرفيس كده كبير خالص. ويكفي عدد افراد كتير. يعني احنا هنعمل وليمه بحبه اللحمه المفرومين دول. يعني بصراحه وصفه خطيره، طعمها خطير وحاجه جديده وتغيير شويه عن المألوف. معايا هنا قد ايه لحمه مفرومه؟ تقدري تستخدمي نص كيلو لحمه مفرومه وتعملي بيها الوصفه دي. انا استخدمت كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه عشان هعمل رول كبير شويه. هنزل عليه ببيضتين وملح وفلفل ومعلقه من بودره الثوم. يبقى هو التوابل بتاعتنا بودرة ثوم وملح وفلفل وبيضتين و3 معالق كبار او 4 معالق كبار من الجبنه البارميجانو. تقدري تحطي اي نوع جبنه انت بتحبيه، تشيدر او جبنه تركي، تبشريهم برضو وتنزلي عليهم. يبقى احنا الخليط بتاعنا ولا هنحط فيه بقسماط ولا هنحط فيه بصل ولا هنحط فيه اي حاجه من الحاجات دي. الريشيتا الايطاليانا الاصليه ما بتتعملش غير ببيضتين وفورماجو اللي هو جبنه بارميجانو طبعا، وملح وفلفل وبودرة الثوم. وبودرة الثوم كمان دي ده توكو زيادة، هما بيحطوا ملح وفلفل بس انا بحب بودرة الثوم مع الوصفة دي، خطيرة بصراحة، لانه كمان انا هضيف على الاسبيناتشي من بودرة الثوم. وحطيت معلقتين من زيت الزيتون، وده بقى بيخلي معاكي كده اللحمة متجانسة جدا وطرية زي ما انت شايفة. هنزل بيها على ورقة زبدة، تكوني فردة ورقتين. انا فردت ورقتين زبدة على بعض علشان اقدر افرد عليهم، اعمل الرول بتاعي ويتفرد معايا بطريقة خطيرة كده زي ما انت شايفة. فردته كويس قوي وما خليتش ولا سمك رفيع ولا سمك تخين، متوسط. وكمان سويت الحروف. السبيناتشي بتاعتي دي انا كنت كانت كونجيلاتا يعني مجمدة، اخدتها حطيت معلقتين زيت زيتون ورشة ملح ورشة فلفل في الباديلا، وحطيت عليها نص معلقه من بودره الثوم بس كده. يعني انا نشفتها بس يا دوبك قلبتها وشوحتها في زيت الزيتون والملح والفلفل وبودره الثوم، لان هي بتبقى مجمده اصلا، بس عشان اديها طعم كده ويبقى طعم لها طعم وتبقى سابوريتا. وناخد بالنا ان احنا هنحط في السبانخ رشه ملح صغيره جدا، علشان طبعا احنا السبانخ قلت لكم قبل كده بتملح بسرعه. وتاني حاجه احنا حاطين ملح في الكفته بتاعتنا او في اللحمه المفرومه بتاعتنا، وهنضيف جبن، فمش عايزين الدنيا تبقى ايه مملحه معانا، يبقى كده الملح مظبوط، رشه صغيره قوي بس على السبيناتش. حطيت الموتزاريلا وحطيت جبنه تشيدر اللي هي اللي بتبقى لونها ارانشوني، يعني شويه الوانات كده، وطعم الجبنه اللي انت بتحبيه حطيه، يعني هي الاساسي فيها الموتزاريلا. وهبدا بقى اضم الرول بتاعي، ونراعي ان احنا نضم الرول كويس قوي علشان يبقى متجانس جدا. ولو كمان يعني يكون افضل تدخليه التلاجة يمسك نفسه شويه علشان يبقى الرول واخد شكل الرول جامد ومقفول كويس. بس انا الصراحة يعني انا سويته على طول. بس يعني لو انت هتعمليه واول مرة تعمليه دخليه التلاجة شوية، بعد ما تلفيه بورق الزبدة زي ما انت شايفة كده، تعمليه زي البونبوناية، تقفليه كويس وتعمليه رول كويس وتكوني ضغطتي عليه جامد علشان مفيش حاجة منه تطلع. ليه بقولك تدخليه التلاجة؟ احسن كمان نص ساعة او ساعة، بحيث ان هو يتجانس قوي الخليط من جوه ويتقفل كويس وياخد شكل الرول حلو معانا وما يفكش منك ولا اي حاجه. بس هو الحمد لله يعني انا عملته سويته على طول وما بيفكش ولا اي حاجه، بس ده للامان يعني معاكي يبقى ظابط معاكي كمان 100% من اول مره. من الحاجات الجامده جدا، طعمه بيبقى خطير قوي الرول ده. السبيناتشي مع اللحمه بتبقى خطيره مع وصفه اللحمه المفرومه دي، وبتقطع معاكي كتير، ولو سبتيه كمان يبرد بعد ما تطلعيه من الفرن بيبقى خطير. معايا هنا اي خضار انت عايزاه حطيه. انا حطيت فلفل وبصل وبطاطس وجزر، وحطيت فصين من الثوم قطعتهم عليه، وشويه ملح وروزمارينو وفلفل اسود ومعلقتين من زيت الزيتون بس كده. يعني الخضار بتاعي انا غلفت الخضار بالملح والفلفل الاسود، وحطيت روزمارين وشويه زيت، واي خضار انت بتحبيه تقدري تعمليه. الخضار بقى ده هياخد من طعم اللحمه بتاعتي، هتطلع خطيره. الخضار ده بيبقى طعمه خطير جدا مع اي حاجه انت بتعمليها. شويه الخضار دول بياخدوا الطعم كله، بيبقوا حاجه كده جامده.
حطيت الرول هنا زي ما انت شايفه في السيرفيس بتاعي، وهدخله الفرن. هياخد على درجه حراره 180، والفرن يكون سخن مسبقا. هياخد معاكي من نص ساعة، يعني من 30 دقيقة ل 35 دقيقة. وبعدين في آخر 5 دقايق هتفتح عليه الشواية زي ما وريتك. طلعته وبعدين فتحت عليه الشواية، أخد اللون القمر ده وقطعته. وطبعا زي ما انتوا عارفين أنا ما بستناش على الحاجة تبرد، فبقطعها على طول. ومع ذلك ولا فرفت مني ولا فك ولا أي حاجة. انت كمان لو عايزة تقطعيه أرفع من كده زي ما قلتلك تسيبيه يهدى شوية وتحطيه بره عادي، مش شرط في التلاجة، وبعدين تقطعيه هيطلع كمان معاكي التقطيعة بتاعته أرفع من كده. أنا طبعا مستعجلة عليه وقطعته، بس ما فكش ولا فرفت ولا اللحمه اتقطعت ولا اي حاجه. خطير يا جماعه. والسبيناتش زي ما انت شايفه. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش من لايك ومشاركه.